أحد الملاعب المرعبة ياسر على مستوى أوروبا، واحد أجمل الأغاني التي تستقبل فيها الجماهير فرقها. تعرفنا على تشكيلة الريال والآن تشكيلة سيلتا فيغو الأبرز ووجود أسينسيو في مركز الظهير الأيمن، وهنا فريق يتألق خارج الديار. طبعا يعني تتكلم على سيلتا لم ينتصر إلا ثلاث مباريات خارج ملعبه، يعني التشكيل طبعا بالطريقه الدفاعيه ال5-3 يدخل هذه الجوله الخامسة عشر. رايو فايكانو امام إلتشي وامام جيرونا تؤهله انه يلعب في هذا المكان رغم وجوده كانت في نوفمبر 2006 لما فازوا مقابل واحد. مركز ثاني ريال مدريد 36 نقطه، فارق 4 نقاط عن برشلونه متصدر المسابقه برصيد 40 نقطه، في مواجهه اليوم امام سيلتا فيغو صاحب المركز الرابع عشر. طبعا والفرق تلعب ازاي وفين ومع مين، وبدات فينيسيوس الى فينيسيوس، تمريره حلوه سيلتا الخطير، هنا التقدم الانطلاقه، فرصه ومحاوله امامنا بابلو دوران اول كوره واول محاوله هيلعبوا على هذه الكوره امامنا. تمريره حلوه قوي براين ثاراغوسا اللي دايما هتشوفه كوسوفو، ونشوف امامنا هنا هذه التمريره قائم البعيد ملعوب على طول الكره الركنيه. التقدم المره دي من اردا جولير، موقف 1 ضد 1 عدم من جيسا، امامه فرصه ولكن يا ولد يطلع الحارس الروماني حارس المرمى القادم من نادي فينيسيا الايطالي امامنا، وحارس الانتر صعب النهارده. اردا جولير وسط التوقع والسرعه. اول كره يظهر بورخا إجلاسياس خطير، يلف الكره على القائم الاول راسيه. الكره اللي فاتت ما بين اللاعب موريبا كوروما اللي سقط في اللقطه الماضيه، لكن رضاو ممتاز حارس المرمى رضاو، رغم ان عنده كلين شيت واحد هذا الموسم. كورتو في بالايدوس وخروجه للقاء ريد ستار امامنا، هنا انطلاق في مرمى اسبانيول، وادي امامنا فرصه، ولعب ايضا كمان في مباراه سريعه والاستلام، لكن جاله الوحش قدر ميليتاو. الاستلام يفرق بص لمها بكعبه ويا سلامات. لسه بنحكي على الاصابات، وكأن المخرج قلبه حاسس جاب لنا اللاعب قوي 36 يوم. رويديجر امام راضي من جانب دوران يجري امامنا، هو يطلع عمق لان العمق مقفول. فينيسيوس ويعملها عرضيه، هو ده شغل، هي جول يا راجل يا اردا جولير يا راجل. شفت السرعه، شفت الكوره والتصرف السريع ومهاره فينيسيوس وعدم انانيه اللاعب امبابي، ولكن اردا جولير يضيع الكوره بقى واللي عند براين ثاراغوسا اللاعب المعار على فكره، واسلوب وخطوره وانطلاقه فارق السرعات. امبابي يمرر الى اردا جولير هي حلوه ولكن حارس المرمى رضاو، الحارس الروماني الدولي رضاو امامنا، هو يتصدى في الاطراف، عنده خبرات كبيره قوي رضاو. طول المره دي ادي المهاره، عدى في واحده المره دي اختار السويدي قلب الدفاع والقائد، وادي فرصه واحده بمهارته وواحده كان يعني بقله خبرته. مره ثانيه كرات العاليه، التعامل رائع من جانب سيلتا فيجو حتى الان. حارس المرمى يطلع صعبه، ما يقدرش يمسك طبعا، بقت ركنيه والخارج من ميليتاو قبل الخروج وقبل الاصابه. افضل يعني طوال هذه المباراه. على القائم الاول فينيسيوس، واحده من الكرات اللي بيحبها فينيسيوس يا ولد، الفولو والمتابعه، يا سلام على الحارس، عامل مباراه كبيره. لكن واحده من الكرات شفت فرق السرعه عند فينيسيوس، حاجات كثيره مميزه جدا في هذه اللحظات، وادى الاداء الرائع امام بلباو على المباراه. الشوط الاول هنا في ملعب اللقاء في الجوله الخامسة عشر، ريال 36 في شوط اول. سيلتا دي بص التبديل يغير في كم مركز. مره ثانيه انطلاق مرر الى امبابي، ودي امامنا واحده بالكرات تشواميني واردا جولير وبيلينغهام، واحده بالكرات الحلول فالفيردي، واحده بالحلول اللي تفك اي لوغاريتم. كورة فالفيردي التسديد، لكن رضاو المتألق امامنا هنا. بابي حاول التوغل حلو قوي فينيسيوس الحارس الروماني رضاو افضل لاعبي سيلتا فيجو، ثم الرباعي كاريرا ورومان، ويحاول ان يكون له انياب. كرة عرضية البديل فيليوت سوادبرج ده انت ولا مين ولا زلاتان ابراهيموفيتش ولا زلاتان. هدف حلو سيلتا فيجو في الدقيقة 54. دفاع ريال مدريد مفيش لا رقابة. مباراة مميزة، مرة ثانية استلام سويدبرج امام اللقاء امام اتلتيكو مدريد هذا الموسم. كرة عالية وركولير، 1-0 سيلتا فيجو. الكرة العالية المرة دي الجولة الخامسة عشرة، مع التذكير ان الريال لعب مباراة زي ده هو ونادي برشلونة. انذار
انذار اللي امامه ارسنال دوري ابطال. وادي امام ده كره عرضيه دخل بقوه مع كاريرا. مره ثانيه اردا على الضغوط اكتر. مره ثانيه محاوله هنا عن طريق فرانجر يتواصل اردا جولار يصلح يا راجل فينيسيوس وسط هذه الازمات الريال. لكن النهارده جايين نتكلم على ريال مدريد وخساره ريال مدريد من سيلتا فيجو. فقبل ما نقول اي حاجه صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ايه اللي بيحصل في ريال مدريد دون؟ سيلتا فيجو يا جماعه لو بيلعب على الدوري ولا بينافس على الليجا او هو المتصدر للليجا مش هيعمل كده، ولا هيعمل المباراه اللي عملها قدام ريال مدريد دي. مباراه كبيره جدا لسيلتا فيجو قدر يفوز فيها على ريال مدريد 2-0 في اخطاء وفي كوارث هنتكلم ونقول طبعا ان المباراه فيها كتير من الجدل، فيها كتير من الحالات التحكيميه وفيها كتير من الشكوك، وهنتكلم ونقول برضو عن اداء ريال مدريد. مش هو ده ريال مدريد برضو. ريال مدريد النهارده سيلتا فيجو عمل مباراه كبيره جدا عليه في ملعب السانتياغو برنابيو. ايه يا عم تشابي الونسو؟ فين المشروع الجديد بقى وفين تشابي الونسو؟ احنا ما شفناش اي حاجه لحد دلوقتي، ما شفناش تشابي الونسو اللي كانت الجمهور بتحلم بيه، ما شفناش اي حاجه. ايه يا عم ده انت قصباص النهارده والحاج برقه اجلاسك الرجاله شغاله وعامله شغل موت. ايه اللي حصل لنادي ريال مدريد؟ النهارده الريال فاقد كل حاجه، الريال فاقد الشغف حتى في التعادل، الريال ما عادش عنده شراسه هجوميه انه فعلا مش قادر يعوض انه يجيب هدف التعادل. الريال بيستقبل الهدف الاول وبيستقبل الهدف الثاني وكان مع وقت انه يتعادل، لكن ريال مدريد النهارده يسقط في فخ سيلتا فيجو اللي قدر فعلا يعلم على ريال مدريد في ملعبه. بقاله 19 سنه ما كسبش في الملعب دون، والنهارده سيلتا فيجو بيعملها ويقدر انه يفوز على ريال مدريد في ملعبه. والنهارده شفنا مباراه زي ما قلنا طبعا اللي فيها 2 طرد، شفنا النهارده حالتين طرد ريال مدريد، الفارو كاريراس انطرد وشفنا جارسيا انطرد، فبالتالي حالتين طرد يعتبر بمعنى الكلمه يهدوا نادي. انت اللاعب لما بينطرد من فريق بيوقع القوام بتاع الفريق، لما ينطرد من عندك 2 بتبص تلاقي الدنيا مش احسن حاجه وخلاص انت هتقدر دلوقتي تهاجم ولا هتقدر تدافع. وبالتالي النهارده شفنا ريال مدريد، شفنا اللعيبه دخلت في مشادات مع الحكم ومشاحنات طبعا بسبب اللي بيعمله الحكم. الحكم كان النهارده قلبها بمعنى الكلمه عمال يفرق انذارات، كل اللي قبله يديله انذار وكل ما حد يتكلم معاه يديله انذار. فبالتالي انا اول مره اشوف صراحه نوع من الشكل دون او حكم جريء بالشكل دون. فبالتالي النهارده شفنا ريال مدريد اي نعم قلنا اللي فيه غلطات تحكيميه وشفنا بلينجهام اللي خرج مصاب. انا شايف ان الحكم النهارده كان في ضغط عليه كبير جدا في المباراه ومش قادر يسيطر على المباراه غير بالانذارات، هو ده اللي عمله الحكم بتاع النهارده. لكن هنتكلم ونقول ان ريال مدريد لا دفاع ولا هجوم ولا شكل ولا اي حاجه. المنظومه بتاعت تشابي الونسو بدون اي كوره وبدون اي طعم وبدون اي شكل كروي. فبالتالي انا شايف ان ريال مدريد لازم ياخد حل. فريال مدريد بالشكل دون وبالطريقه ديت يا اما يدعم تشابي الونسو في يناير يا اما تشابي الونسو مش هيكمل في ريال مدريد. فانا شايف لحد دلوقتي ان ريال مدريد ماشي بشكل يعتبر مش اللي الجمهور حبه او اللي الجمهور عايزه، وبالتالي برشلونه يتصدر الليجا الاسبانيه بفارق 4 نقط عن ريال مدريد اللي كان ريال مدريد سابق برشلونه وكان متصدر الليجا. الامور اتقلبت بعد ما كان الريال المتصدر اصبح الريال الوصيف واصبح برشلونه المتصدر. فبالتالي بيريز هيبقى له راي ثاني وهيبقى له شكل ثاني، لازم يكون عنده حلول هجوميه، لازم يكون عنده لعيبه تساعد كيليان امبابي، لازم بقى تمشي لعيبه بقى زي فينيسيوس جونيور، تمشي لعيب زي رودريجو، تبدا بقى تظبط الشكل الهجومي بالنسبه للفريق. اردا جولر طبعا لعيب مش وحش وبدايه الموسم بتاعه السنه دي كويسه، لكن مش اردا جولر اللعيب اللي يعتمد عليه نادي ريال مدريد، ومش اللعيب اللي بالقوه وبالكواليتي اللي انت تنتظر منه، مش ده اللعيب اللي تنتظر منه الجوده اللي انت محتاجها. فمش هو اردا جولر، هو لعيب لحد دلوقتي انا شايف ان هو ينفع بديل في ريال مدريد، اما غير كده انا شايف ان هو لا يصلح لريال مدريد غير انه يكون بديل. اما بنتكلم وبنقول ان نادي ريال مدريد محتاج تنشيط في الخط الهجومي ومحتاج يكون عنده قلب دفاع كويس، لان النهارده بعد اصابه واحد عندك زي ميليتاو شفنا الدنيا ما كانتش احسن حاجه. وروديجر انا شايف ان هو نازل من على الدكه يعتبر لعيب ناسي اصلا الكوره، بقى له فتره كبيره ما لعبش كوره وبقى له فتره كبيره جدا ما عندوش الدقه وعنده الاحساس وعنده التركيز انه يلعب المباراه، تحس انه من اول الماتش عمال يعمل اخطاء. فبالتالي انت محتاج يكون عندك قلبين دفاع، يكون قلبين دفاع يليقوا بريال مدريد زي ما شفنا قبل كده في العصور اللي فاتت. ريال مدريد كان بيتميز بالدفاع بتاعه، النهارده لا دفاع ولا هجوم ولا خط وسط ولا اي حاجه. فخساره ريال مدريد قدام سيلتا فيجو في ملعبه دي اللي يتحملها تشافي الونسو بمعنى الكلمه. وبكده تكون نهايه الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس وتصلي على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويلا سلام، اشوفكم الفيديو الجاي.